ونظر المرأة للمرأة يعني يجوز للمرأة أن تنظر للمرأة ما عدا ما بين السرة والركبة. وهذا القول فيه إشكال، هذا تحتج به بعض النساء في الزواجات ونحوها، فيقول عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، لكن هذا القول قول مرجوح، والصواب أن عورة المرأة أمام المرأة هي ما يظهر منها غالبا مما جرت العادة بإظهارها في بيتها وأمام محارمها كالوجه والشعر والذراعين وأطراف الساقين والرقبة ونحو ذلك. والدليل لهذا قول الله تعالى في سورة الأحزاب: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن، أكمل الآية، ولا نسائهن. وجه الدلالة أن الله تعالى ذكر النساء مع المحارم فيما تبديه المرأة، وهذا يدل على أن ما تبديه أمام النساء كالذي تبديه أمام المحارم. فإذا القول الراجح أن عورة المرأة أمام المرأة أنها كعورتها أمام محارمها، وأن القول بأن عورة المرأة أمام المرأة ما بين السرة إلى الركبة أنه قول مرجوح.